هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 26 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار. وضمن برنامجكم الأسبوعي متابعات، يستضيف الزميل أحمد شريف الناشط والكاتب الأستاذ إبراهيم حامد عثمان كابوشي في لقاء يتناول معه حديث الرئيس إسياس أفورقي حول ذكرى الشهداء في 20 من يونيو الماضي. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الحكومة الإريترية تؤكد تضامنها مع المجلس العسكري في الخرطوم. مقررة حقوق الإنسان تدعو إلى إعادة ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية. صحيفة بريطانية تتنبأ بفشل خطة صفقة القرن في الشرق الأوسط. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. التقى نهار يوم الاثنين الماضي وزير الخارجية عثمان صالح ومستشار الرئيس يماني جبرآب مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم الفريق عبد الفتاح البرهان. وأوضح يماني جبرآب في تصريح صحفي أن وزير الخارجية الإريتري جاء حاملا رسالة من الرئيس الإريتري لرئيس المجلس العسكري تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان في المرحلة الانتقالية ودور المجلس في هذه المرحلة. وقال جبرآب أن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضاياه. وأضاف: نحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، وعندنا اطمئنان بتجاوز السودان لكافة العقبات حتى يصل إلى بر الأمان. ولفت جبرآب إلى أن التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح بابا واسعا لتطوير علاقات البلدين باعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة. وكان وزير الخارجية الإريتري والوفد المرافق له قد التقى بالقصر الجمهوري بكل من نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دوغلو حميدتي، والفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس، وذلك حسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء. ويقول مراقبون في الخرطوم بأن هناك جهود مصرية إريترية أماراتية مشتركة لدفع المجلس العسكري إلى تجاوز المبادرة الإثيوبية والأفريقية، وذلك عبر التركيز على فكرة أن السودانيين قادرين على حل مشاكل دون تدخل أطراف خارجية، وهو ما تؤكده إريتريا في تصريحاتها بخصوص السودان. في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت مقررة حقوق الإنسان الخاصة بإريتريا السيدة دانييلا كرافيس بأن على الحكومة الإريترية احترام الشعائر والحريات الدينية في البلاد، وضرورة إعادة الممتلكات التي صادرتها إلى الكنيسة الكاثوليكية في البلاد. وقالت كرافيس بأنه ورغم تحسن العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا، إلا أن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد لم تشهد أي تطور إيجابي. وكانت السلطات الإريترية قد قامت في 12 من الشهر الجاري بإيقاف وإغلاق 22 عيادة طبية مملوكة للكنيسة الكاثوليكية الإريترية عن العمل، وصادرت ممتلكاتها واعتقلت القائمين عليها. وكانت الكنيسة قد قدمت رسالة إلى وزير الصحة السيدة آمنة نور حسين مطالبة بالإفراج عن المعتقلين فورا وإعادة فتح العيادات التي تقدم خدماتها الإنسانية للمواطنين. ذكرت البي بي سي في تقرير خبري لها بأن صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية الشهيرة تنبأت بموت خطة جاريد كوشنر لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وكانت الصحيفة قد نشرت مقالا للصحفي رافائيل سانشيز قال فيه بأن خطة كوشنر والقاضية بعقد مؤتمر دولي في البحرين يؤدي إلى توظيف 50 مليار دولار من أجل الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ولبنان ومصر والأردن،
بحيث يؤدي ذلك إلى إحلال السلام في المنطقة. وقال المقال بأن الخطة ماتت قبل أن تبدأ، لأن الفلسطينيين يرفضون المشاركة في المؤتمر، وأن 80% من الفلسطينيين يؤيدون موقف حكومة محمود عباس في رفضها المشاركة في هذا المؤتمر. من ناحية أخرى قال المقال بأن إسرائيل كانت تنتظر دعوتها للمشاركة في المؤتمر، رغم أنها ليس لديها علاقات مع البحرين، ولكن الدعوة لم توجه لها، وسيحضر جنرال إسرائيلي متقاعد وعدة صحفيين إسرائيليين المؤتمر في المنامة. واختتم الصحفي المقال بالقول بأن القليل من الناس أصبح لديهم ثقة في إمكانية نجاح خطة كوشنر، أو ما عرف مؤخرا في وسائل الإعلام بصفقة القرن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الحكومة الإريترية تؤكد تضامنها مع المجلس العسكري في الخرطوم. مقررة حقوق الإنسان تطالب بإعادة ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية. صحيفة بريطانية تتنبأ بفشل خطة صفقة القرن في الشرق الأوسط. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار واستمعتم لها من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى إذاعة إرينا الدولية في باريس. هذا اليوم الأربعاء سادتي نلتقي ونحن في رحاب الشهداء وقيمهم والوصايا وأمانتهم في نفس الوقت. وبما أننا سادتي نتابع ما ينشره النظام أو إعلام النظام الموجود في أسمرة، ويطيب لنا سادتي أن نتابع على الأقل الكلمة التي تقدم بها رئيس النظام في أسمرة، والكلمة التي ألقاها بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. طبعا الكلمة هي يعني فيها أشياء وأشياء، ووحدين يقولوا ما فيها شيء الجديد، ولكن نحن كإعلام لابد أن نتابع ونستضيف كذلك أصحاب الرأي والخبرة والمتابعة والحقوقيين والإعلاميين. وقد ارتأينا في هذه الحلقة سادتي أن نستضيف لأول مرة الإعلامي الأكاديمي والناشط الحقوقي الأستاذ إبراهيم عثمان حامد كبوشي من مقر إقامته في بريطانيا في برمنغهام. أستاذ كبوشي، أنا سعيد أن نجري معك هذا اللقاء في هذه المناسبة العزيزة يوم الشهداء، فتفضل باعتبارك إعلامي عمل لنا مدخل عام لماذا يعني ذكرى الشهداء. هذه إذاعة إرينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر إذاعة إرينا اللي سماحها لنا ب يعني الإطلال عبرها لشعبنا ولجماهيرنا في الداخل والخارج بمناسبة يعني غالية ومجيدة في تاريخه، بغض النظر عن يعني توقيتها بهذا الشكل، لكنها في النهاية يعني إذا نظرنا لها من زاوية المضمون تكريم الشهداء والإعلاء من مكانتهم، لأنهم قدموا الكثير والكثير لشعبنا من أجل الوصول إلى يعني الحرية والاستقلال وتحقيق الكرامة الإنسانية لشعبنا. أنا حقيقة طيب أستاذ إبراهيم يعني شكرا لك على المداخلة القيمة اللي نفتتح بها هذا الحوار في برنامج متابعات. طبعا نحن مضطرون أن نتابع ما يتفوه به رئيس النظام الحاكم في أسمرة، وطبعا تقدم على الجمهور في
مقابر الشهداء، وتحدث في كلمة هي ليست طويلة وليست بالقصيرة، ولكنها كانت شوية مختلفة إلى حد بعيد بالنسبة للإعلاميين والمتابعين السياسيين. ما هي قراءتك وملاحظاتك الرئيسية في كلمة إسياس في ذكرى الشهداء؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. والله في تقديري يعني الكلمة يمكن النظر إليها من زاويتين أساسيتين، يعني من زاوية يعني منهج التناول لقضايا الدولة والمجتمع بعد مرور أكثر من 28 سنة من التحرير، وأيضا النظر في الجوانب التي تتعلق بالمضمون وبالمفاهيم نفسها. أنا في تقديري يعني بقراءة أولية للخطاب بتجد أنه هذا الخطاب خطاب يعتمد على الإنشاء، ويعتمد على التاريخ، ويعتمد على كلمات وجمل وفقرات ليست لها أي مضامين ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي. الحديث كله حديث معمم، يعني أجوف، ما تقدرش أنت تعمل له أي معيار في النظر إلى ما تحقق خلال قرابة 3 عقود من أماني وأشواق حقيقية للإريتريين. يعني الحديث بالتمجيد وللذكرى والآخر يعني قد يكون مدخل مفيد ومهم جدا ل يعني إحياء الذكرى والحديث عن مناقب والأدوار اللي يعني لعبوها المناضلين والشهداء. نعم. ولكن القضية لا تقف هنا، يعني والقضية نفسها قضية الشهادة والشهداء عندها مضمون متعلق يعني بالجغرافيا والتاريخ، وبشكل أدق عندها علاقة ب يعني محتوى عنده علاقة بتحرير الأرض وتحرير الإنسان نفسه يعني وتأمين تقدمه. أنا أعتقد في غياب تام لهذا البعد، ويعني كالعادة نحن تعودنا على في أكثر من مناسبة وفي كل عام وفي كل خطابات هذا الطاقية يحاول أن يبتعد عن الأرقام، يحاول يبتعد عن الوقائع، يحاول يبتعد عن الحقائق، ويحلق في فضاء الكلمات ما تقدرش أنت يعني تأخذ وتبدأ تفكك فيها، بحيث أنه يعني تأخذ تقييم يضع في الاعتبار إلى أي مدى أن هناك يعني قضايا تحققت أم لا في كل المجالات. ولذلك أنا أعتقد خطاب يعني فيه استخفاف بعقل الإريتريين، استخفاف بتاريخهم، استخفاف حتى بالمضامين اللي استشهد من أجلها يعني نعم. شهدائنا في الثورة الإريترية من أجل الحرية والاستقلال وكرامة الإنسان كقاية، يعني كقاية القايات في مضمون نضالنا الوطني. نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم كبوشي، الناشط الحقوقي والإعلامي والأكاديمي والكاتب في نفس الوقت، على هذه الإضاءة. طبعا يعني النظام وصل إلى مرحلة عدم الاستحياء حتى في مثل هكذا يعني موقف. يعني أنت يمكن أن تتلاعب بكل شيء، لكن أن تتحدث عن الشهداء وعن قيمهم وعن نضالاتهم والوصايا والخطابات الهلامية، هذه هلاميات حتى الدولة قائمة على فلسفة هلامية طوباوية ما مفهومة يعني. وزي ما قلت، أي خطاب إن لم يكن يلامس الواقع الحقيقي ولو يبقى خطاب أجوف. ولكن الغريبة أنه هذا الرجل لا يمل مثل هكذا خطابات. كيف تفسر أستاذ كبوشي أنه يعني أدمن إلى درجة أنه يعني لا يصدق نفسه إلا أن يتحدث هكذا؟ فما هي البعد النفسي والبعد العقلي لهذا لمثل هكذا شخصية لا تمل حتى في الكذب وحتى
في الهلاميات اللي ما عنده، يعني هذا الخطاب ممكن تلغيه في أي مجتمع يعني. هذه إذاعة إرنا. تفضل أستاذ إبراهيم. أنا في تقديري يعني بالتجربة تأكد لشعبنا أنه هذا الاستفزاز وعدم التقدير وعدم احترام يعني للإريتريين ولأمانيهم ولأشواقهم يعني أصبح قضية واضحة وقضية معروفة وقضية لا تحتاج إلى يعني براهين فيما يتعلق بالمضامين اللي يعني يطرحها خطاب هذا الرجل فيما يتعلق بالوطن ومصالحه. لكن أنا بتصوري المهم جدا أنه نحن علينا كشعب وكنخب وكقوى فاعلة في الفضاء الفكري والسياسي والمدني والحقوقي أن نفكك الكثير من المضامين الحقيقية واللي عندها علاقة بالمصالح الجوهرية والمباشرة لشعبنا فيما يتعلق بمصالحه، سواء كان في البعد الرمزي بتاعتها وأيضا البعد اللي يتعلق بالجانب المادي واللي يتعلق بمصالح المباشرة، يعني في قضايا السلطة، قضايا السياسة، قضايا الأمن، وحتى تفكيك مفهوم الأمن والأمان المطروح في خطاب النظام. هذا مفهوم أجوف ومفهوم سطحي للمفهوم الأمني أبعاد متعددة. قضية التعليم قضية أمن قومي، قضية أمن وطني، قضية الصحة في هذا البلد قضية أمن وطني، القضية اللي تتعلق بالتنمية الاقتصادية قضية أمن وطني. أنا أتصور اختصار النظام وتبسيطه وتسطيح مفهوم الأمن والاستقرار بالطريقة اللي طرح بها في الخطاب دي محاولة استفزازية ومحاولة يعني علينا أن ننتبه لها، وعلينا نحن كفاعلين في قوى المعارضة والمقاومة لهذا النظام أن نفكك المضامين والكونسبتس نفسه، المفاهيم دي كيف ممكن يعني كيف ممكن أن نسكنها بالطريقة الصحيحة. الأمن القومي، الأمن الوطني عنده أبعاد متعددة لا تختصر في هذا التسطيح اللي يكرر كل عام وفي كل مناسبة من قبل رأس النظام وأجهزته الإعلامية وقياداته. يعني لك أن تتخيل عدد من هم داخل الأقبية وفي السجون بعدد يعني طلاب المراحل الثانوية وبعدد يمكن لا أبالغ إذا قلت بعدد كل من يدرسون هناك من يقابلهم تحت الأرض في الأقبية وفي السجون. يعني كيف يمكن أن نفهم قضية الأمن والاستقرار في ظل أرغام زيدية؟ كيف يمكن أن نفهم قضية الأمن والسلام في ظل أخذ إريتريا الترتيب الثاني بعد سوريا في حالة اللجوء والهجرة والتشرد خارج البلد؟ كيف يمكن أن نفهم قضية تتعلق بالتنمية والاستقرار والسلام في ظل غياب لأي يعني ميزانيات ولأي محاسبة ولأي تقييم لكل الأنشطة ببعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل البلد؟ الآن هذا البلد تحول إلى دائرة كبيرة من السجن لتتحرك فيه من مدينة إلى مدينة أنت بحاجة إلى رخصة أو سماح. يعني نعم أستاذ إبراهيم، نستسمحك أستاذ إبراهيم، بارك الله فيك، عفوا على المقاطعة. وطبعا يعني الرئيس دائما في خطاباته وحتى في لقاءاته طبعا دائما يطرح كمية من التساؤلات، وهذه التساؤلات يعني لا يجيب عليها الواقع كما يريد هو ولا الواقع بالاتجاه المعاكس، ولكن الصورة لما نقلبها بتكون في الإجابات واضحة. حتى في هذا الخطاب لم يخلو من أسئلته التي يعني دائما هو يعني متفنن في طرحها. يعني في فقرة من الفقرات يقول كيف سيتم تنفيذ هذا، يعني وصايا الشهداء وغيرهم، ما القدرات التي سيتم تنفيذ تنظيمها، بأي موارد، تحت أي جدول زمني، من خلال أي منهاج وسبل. يعني هذا خطاب حتى لا يصلح في أروقة الجامعات في لناس مبتدئين يعني في سنة أولى ولا سنة ثانية في العلوم هنا، وهذا خطاب يأتي
في ذكرى عزيزة على الشعب. وبالارتباط مع هذه التساؤلات عايزك تجيب كمان أستاذ كبوشي. أنا في لقاء أخوي مع زميلنا وعزيزنا الدبلوماسي أخونا عبد الرزاق شاور، تحدثت معه في كيف رأى خطاب الرئيس أو كيف قرأه. قال استوقفته حاجتين، أنا حاذكر الوحدة اللي هي قال لأول مرة الرئيس يستخدم كلمة الجذور، يعني بيقول علينا العودة إلى جذورنا، ويربط العودة إلى السمات التي حددت هويتنا. وطبعا هذا كلام يعني لو فكفكناه يعني أستاذ إبراهيم الواحد ممكن يتحدث فيه ساعات وساعات، ولكن هذا الرجل يرمي هذا الكلام في وجوه الخلق ولا يدري كيف يمكن تفسيره وكيف يمكن فهمه. فماذا أنت قائل في هكذا ملاحظة وفكرة؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أنا في تقديري ده جزء من حالة التهوين وحالة التسطيح وحالة تقييد وعي الناس. ما المقصود بالاستعادة أو بالعودة إلى هويتنا، إلى جذورنا؟ أي هوية يتحدث هذا الرجل؟ الهوية الوطنية مرتبطة بالكرامة، مرتبطة بالحرية، مرتبطة بالتنمية، مرتبطة بالتقدم، مرتبطة بالتوافق، مرتبطة يعني بنظام يرفع من معدلات التنمية. نعم، دي هي المعايير اللي ممكن نبني عليها نحن القضايا تتعلق بالهوية. لا توجد هوية في الفراغ. الهوية الاقتصادية والهوية السياسية والهوية الاجتماعية بتعكسها هوية ثقافية، والهوية الثقافية أيضا بتعكس الحريات بشكل رئيسي، وبتعكس قضايا العدالة الاجتماعية بشكل يعني رئيسي أيضا. خارج إطار هذه المفاهيم لا نستطيع أن نتحدث عن هوية وطنية إلا بالطريقة اللي بيطرحها الرئيس أو الطاقية. هذا حقيقة بأن دائما الكلمات هذه تكون مفرقة من مضامينها وتكون غير معروفة وتكون مبهمة. يعني أنت لو راجعت الخطاب الرئيس بيقول لك هناك 11 بند للبرامج التنمية، لبرامج التنمية. برامج التنمية في ماذا وأين وكيف وبأي إمكانيات وعلى أي أرضية، كل هذا غائب. ما هو مطروح أرقام وهمية وبرامج وهمية، واعتاد النظام أن يكرر هذه القضايا عبر يعني عشرات السنين. وعلى الأرض الناس اليوم في واقع احنا العالم أصبح يعني قرية صغيرة، وما يحدث في إريتريا في الثامنة صباحا من الممكن الحصول عليه يعني بعد دقائق من حدوثه. لذلك هذا الرجل خارج وهو يتناقض مع نفسه أستاذ إبراهيم، يتناقض مع نفسه حتى لما يقول 11 نقطة لبرامج التنمية الخاصة، ويقول وخارطة الطريق التي لا تتطلع إلى الأمام فقط وإنما تشمل برامج تهدف إلى تعويض الفرص الضائعة التي خسرناها نتيجة العديد من العوائق. وهو بالأمس يقول لم نخسر شيء. يعني لو أخذنا بس الفترة بتاعت الحرب اللعينة هذه اللي خسرنا فيها ما خسرنا من شهداء مع شهداء المسيرة، حتى التناقض مع نفسه يعني هو يطرح هكذا بلا خجل وبلا استحياء. يعني أنا في تقديري هناك حالة يعني إمعان في عدم احترام عقول الناس وعدم احترام الإريتريين وعدم احترام حتى الشهداء اللي يتحدث عنهم في هذه المناسبة. يعني هناك عدم تقدير تام لهذه الأشياء، لأنه يتحدث عن فراغ، يتحدث عن وهم، يتحدث عن إيهام. الحقيقة تقول أنه إحنا تخلفنا كثيرا وتم تدمير للروابط اللي أسست للمقاومة بين الإريتريين نتيجة سياسات هذا النظام. حصل تخلف اقتصادي كبير، حصل تخلف اجتماعي كبير، حصل تخلف ثقافي كبير، حصل تراجع يعني لا يقاس في ظل حكم هذا النظام لهذا البلد على مدى 28 عام. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفهم ما يبثه إعلام النظام
ورأس النظام إلا في إطار عدم احترام عقول الإريتريين وعدم احترام تضحيات الإريتريين. واستمر هذا النظام هذا الخطاب، وهذا يتطلب مننا الوعي والانتباه والتسلح بفكر حقيقي واقعي لمواجهة هذا النظام وإسقاطه، لأنه أصبح عالة كبيرة وأصبح يشكل أزمة تهدد مستقبل المشروع نفسه. يعني نعم. وجود هذا البلد موحد بجغرافيته بتركيبته البشرية دي في ظل السياسات دي، أنا أعتقد أكبر مهدد لتفكيكه هو هذا النظام وهذا النوع من الخطاب اللي ما يحترم عقول الناس. نعم. وهو في نفس الوقت أستاذ إبراهيم نحن على مشارف الانتهاء مع الأسف الشديد لهذه المقابلة، مع الشكر الجزيل لك، ولكن هو يعني برضو في الجزئية الأخيرة يعني وكأنه يعني يخط جرعة دسمة لهذا الإلهاء السياسي والإرهاق الفكري والوطني لهذا الشعب المغلوب على أمره. بيقول إنه بالعودة إلى جذورنا، العودة إلى السمات التي حددت هويتنا، ويختمها وأصل هويتنا هو في الواقع منظومة القيم التي ورثها لنا شهداؤنا. يعني يا ترى يعني حتى مجموعة قيمة واحدة من القيم التي ورثها لنا الشهداء، أنا أعتقد هذه يعني لو في مجتمع يفكفك الخطابات وينطلق منها، أنا أعتقد يعني وصل به طبعا التجاهل والسخرية إلى درجة أن يقول مثل هذا الكلام وهو الذي قضى على قيم الشهداء واحدة بعد الأخرى، وإذا لم تستحي فافعل ما شئت. أستاذ إبراهيم، كيف تعلق على الجزئية الأخيرة، منظومة القيم التي ورثها لنا شهداؤنا كما يزعم رأس النظام؟ هذه إذاعة إرنا. أنا في تقديري يعني أنا لا أستطيع أن أفهم أي قيمة عند بعد إنساني لا تعلي من قيمة الإنسان، ولا تكرم الإنسان، ولا تحترم عقل الإنسان، ولا تحترم حريات الإنسان. كل دي هي وصايا الشهداء، ودي هي قيم الشهداء. حماية يعني اختصار فكرة قيم الشهداء على قيمة التراب والحجر والأرض وإبعاد البعد الإنساني عنا، ده تسخيف وتسفيه وعدم تقدير حقيقي لقيمة الدور اللي أدوه شهدائنا. يعني تغييب البعد الإنساني في هذا البعد الإنساني اللي يتضمن بعدين أساسيين: بعد الحرية وبعد التنمية وبعد العدالة وبعد المساواة وبعد المؤسسية. هذه هي قيم الشهداء، لكي يروا وطنا متقدما، وطنا معافى، وطنا يساهم مع غيره في محيطه بشكل صحيح. لا، مش قيم الشهداء أن تتحول إلى سكن عسكرية وتحارب يمينا وشمالا في الإقليم وتتحول إلى سكن عسكرية. أنا أعتقد يعني زي ما قلت وبكرر، هذا الخطاب المستمر على مدى عقود من الزمن إذا عكس شيء فيعكس الاستخفاف بوصايا، بل عدم تقدير وعدم احترام وصايا الشهداء والاستخفاف بعقول الإريتريين يعني في داخل البلد وفي خارج البلد. وعلينا أن نعي تماما وأن نرفع من كفاءة أدائنا ومن تعميق وعينا بالمخاطر الكبيرة. هذا الخطاب سيؤدي إلى تفكيك هذا المشروع، سيحلله، لأنه التحلل السياسي اللي أحدثه هذا النظام والتحلل الاقتصادي والتحلل الثقافي واختصار المعادلة الوطنية كلها في بعدها الأمني بمنظور ضيق سيؤدي بنا إلى مخاطر كبيرة جدا، وعلينا أن ننتبه. وأنا أعتقد دي فرصة ودي مناسبة من خلال هذه النافذة الإعلامية وفي كل يعني الفضاء الإعلامي والدبلوماسي والسياسي، علينا أن ننتبه لكي نعجل بالانتصار لشعبنا وتعديل مسيرة تاريخنا الوطني باتجاه اللي يحمي بشكل حقيقي وصحيح وصايا الشهداء وقيم الشهداء. هذه
إذاعة إرنا. شكرا لك الإعلامي والناشط الحقوقي والأكاديمي الكاتب الأستاذ إبراهيم عثمان حامد كبوشي لحديثك لإذاعة إرنا الدولية من باريس في برنامج متابعات، وكانت متابعة لما ورد في خطاب رأس النظام في أسمرة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء 2019 في أسمرة. شكرا لك أستاذنا، وإن شاء الله نلتقي بك في مناسبات قادمة. ومع الشكر الجزيل لكم آنساتي سيداتي سادتي، هكذا نطوي معكم هذه المتابعة على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمات. تقبلوا تحياتي محدثكم أحمد شريف، مقرون بتحايا الزملاء بنيام سمعون وفتحي عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم مجددا. فيما يلي أعيد إليكم تذكيرا بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الحكومة الإريترية تؤكد تضامنها مع المجلس العسكري في الخرطوم. التقى نهار يوم الاثنين الماضي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس إسياس أفورقي يماني جبرأب مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم الفريق عبد الفتاح البرهان. وأوضح يماني جبرأب في تصريح صحفي أن وزير الخارجية الإريتري جاء حاملا رسالة من الرئيس الإريتري لرئيس المجلس العسكري تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان في المرحلة الانتقالية ودور المجلس في هذه المرحلة. مقررة حقوق الإنسان تطالب بإعادة ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية. في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع الماضي، قالت مقررة حقوق الإنسان الخاصة بإريتريا السيدة دانييلا كرافيز بأن على الحكومة الإريترية احترام الشعائر والحريات الدينية في البلاد وضرورة إعادة الممتلكات التي صادرتها إلى الكنيسة الكاثوليكية هناك. صحيفة بريطانية تتنبأ بفشل خطة صفقة القرن في الشرق الأوسط. ذكرت البي بي سي في تقرير خبري لها بأن صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية الشهيرة تنبأت بموت خطة جاريت كوشنر لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وكانت الصحيفة قد نشرت مقالا للصحفي رافائيل سانشيز قال فيه بأن خطة كوشنر والقاضية بعقد مؤتمر دولي في البحرين يؤدي إلى توظيف 50 مليار دولار من أجل الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ولبنان ومصر والأردن، بحيث يؤدي ذلك إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، ماتت قبل أن تبدأ لأن الفلسطينيين يرفضون المشاركة في المؤتمر، وأن 80% من الفلسطينيين يؤيدون موقف حكومة محمود عباس في رفضها المشاركة في هذا المؤتمر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى في حلقة أخرى من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.